انا عايز اتطلق، ده ابتزاز نفسي. تعيط كتير عشان تشعره بالاحساس بالذنب انه مقصر معاها، ممكن تسيب له البيت وتمشي، في الاخر يرتقي لطلباتها. ده بالنسبه للست. طب بالنسبه للراجل بيمارسوا ازاي الابتزاز النفسي دوت؟ انا هتجوز عليكي، انا مش عايزك، انا ما كنتش المفروض اخدك. يبدا يكسر في ثقتها في نفسها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم حلقه جديده مع بابا عمر. الحلقه اللي فاتت يا جماعه كنا اتكلمنا على الشخصيه النرجسيه، اتكلمنا عن صفاتها، انواعها، الناس بتشوفه ازاي وبيشوف نفسه ازاي. وكنت قلت ان احنا هنعمل حلقه على الزوج النرجسي والزوجه النرجسيه. في الحقيقه وانا بحضر للموضوع دوت لاحظت حاجه غريبه جدا. لاحظت ناس كتير، فيديوهات كتير بتتكلم على الزوج النرجسي والزوجه النرجسيه من منظورهم الشخصي. بمعنى ايه؟ واحده متضايقه من جوزها فبقى ده نرجسي، واحد متضايق من مراته بقت دي نرجسيه، والكلام ابعد ما يكون عن النرجسيه. يا جماعه النرجسي عشان هنتكلم النهارده فيه بصوره اوضح، مش هنقول زوج او زوجه، هنقول النرجسي في العلاقات العاطفيه والزوجيه بيتعامل ازاي. ما اقدرش اصنف راجل او ست، لا هي الصفات مشتركه، الا في الاخر خالص في اخر الفيديو في صفتين او صفه مختلفه الراجل عن الست، فهنتكلم فيهم مع بعض. طيب النرجسي لما بيجي يدخل علاقه بيدخلها ازاي؟ اولا هو لما بيجي يختار حد ما بيبقاش صدفه. بمعنى هو النرجسي ما بيدورش عن الحب عموما، النرجسي بيدور على اكتمال نقص عنده، اهتمام. فبيجي يخش العلاقه دي فبيختار على اسس هو عاوزها. اول حاجه بيختار على نقط ضعف الشخص اللي قصاد منه. بمعنى شخص عنده تفكك اسري، احساس بالظلم، عدم ثقه بالنفس، احساس بعدم الامان، بيختار على الاسس دي، يبدا يلعب عليها، يبدا يقنع الطرف اللي قدام منه ان هو هيكون الامان ليه، هو المنقذ، ويبدا يغرقه بالعاطفه. الشخص النرجسي في بدايه العلاقه يغرقك بالعاطفه، ما تحسش انه نرجسي ابدا، لان النرجسيه بتاعته بتبان مع الوقت ومع العشره ومع المواقف، وهنتكلم فيها دلوقتي. لكن ما تقدرش تحدده في بدايه العلاقه، يديك الاهتمام اللي انت عايزه كله ويبدا يغرقك بالهدايا والحب والعاطفه، لكن هو مش داخل عنده اي مشاعر، هو داخل عايز يجيب شخص يديله الاهتمام ويمارس عليه هو نرجسيته. فبالتالي بيختار بمواصفات معينه، ما بتخشش حياته صدفه، مش قصه حب او علاقه سويه، لا هو موضوع متخطط له ومتجهز له. لذلك بيكون دقيق جدا في اختياراته، لان هو عنده القدره على الاستغناء طبيعي بطبيعه شخصيته اللي ما بتكونش باينه لحد. هو يقدر يستغنى كويس جدا عن الناس. يعني هو الموضوع ان انا اعمل علاقه واسيبها وامشي، ده مش هيقلمه في حاجه، لان هو مبني على كده، مبني ان هو مصلحتي مع مين. فبالتالي ما بيجي يخش العلاقه ديت بيكون محدد هدفه وفريسته كويس. وعلشان كده يعني برضه انا عايز اقول ان اي حد في بدايه اي علاقه ما يبينش نقط ضعفه للشخص اللي قدام منه، يسيبه هو يكتشفها، لان هو لو بيحبه بجد هيكتشفها. ما تخليش حد تصعب عليه، تخش علاقه مع حد عشان خاطر انت صعبان عليه، او نرجسي تقع في ايديه يستغلها يبدا يشتغل عليها. طيب دي اول جزئيه عايزين نتكلم فيها. خلاص كده تمام. طيب في العلاقات بقى ده هو دخل خلاص وخد الخطوه وارتبط، بتبدا بقى تظهر ايه؟ اول حاجه الشخصيه النرجسيه راجل او ست ما بتعتذرش، ما بتعترفش باي غلط. تسمع مثلا راجل يقول لك انا مراتي عمرها ما اعتذرت لي، وتسمع ست تقول انا جوزي عمره ما اعتذر لي، سواء بيبقى هو غلطان او تبقى هي غلطانه، مفيش اعتذار. بل بالعكس كمان ده ممكن يعمل ايه بقى؟ يقلب الترابيزه عليك، يعني مثلا يحملك مسؤوليه الغلط اللي هو عمله. انت اللي خليتني عملت كده، انت اللي وصلتني لكذا، انت اللي شوتني، انت خليتني اعمل كذا. فهو شخص بطبعه عندوش اي مشاعر، او انه يقعد يراجع عقله عمل ايه غلط او عمل ايه صح. هو ما بيعتذرش، ما عندوش اعتذار، ثقافه الاعتذار مش موجوده عنده، ودايما الطرف اللي قدامه هو اللي غلطان، لان هو لازم يحسسه ان هو احسن منه وان اللي قدام منه ما بيفهمش. دي نقطه من ضمن نقط الشخصيه النرجسيه في بدايه العلاقات.
طيب النقطة التانية، لما يكون في مشكلة، ومثلا أنا شخص نرجسي وعندي مشكلة في محيط شغلي أو محيط أسرتي، لما يجي يحكي لي الشريك اللي معاه بيحكيها بكل فخر وزهو. بمعنى مثلا هو النرجسي دوت راح قسى على حد بره في حاجة معينة أو ظلم أو افترى، لما يجي يحكي الحكاية يحكيها بكل زهو وفخر. هو مش زعلان إن هو قسي، ده هو مبسوط جدا بيحكيها إن هو يعني أنا عملت وأنا سويت وأنا ما عندوش أي شعور بالذنب، عنده لا مبالاة وهو بيحكي. يعني دايما تخلي بالكم من الجزئية دي جدا يا جماعة. أي حد يرتبط بشخص وبيحكي له على موقف حصل معاه، شوفوا هو بيحكيه إزاي. هل هو متأثر بالموضوع دوت ولا الموضوع بالنسبة له مش فارق معاه في حاجة؟ فدي نقطة برضو من النقط المهمة جدا اللي بتبين الشخص النرجسي في العلاقات. طيب في ايه تاني عايزين نتكلم فيه؟ بيحاول يعزلك عن القريبين منك، ودي بقى نقطة من أخطر النقط. الشخص النرجسي راجل أو ست يبدأ يحسسك إن اللي حوالين منك كلهم ما بيحبكش، خايفين عليك، هو بس اللي بيحبك. يبدأ يشوه صورتك قدام الناس، قدام أهلك، قدام أصدقائك. طيب هو عايز إيه من ده؟ هو عايز يكون هو الملجأ الوحيد ليك لما يحصل لك حاجة أو تمر بأزمة نفسية، ما تلاقيش حد تستند عليه إلا هو. فيبدأ يعزلك عن القريبين منك، يبدأ يبعد بنت عن أهلها، ست تبعد راجل عن أهله. يبدأ الموضوع بشكل أنا بس اللي خايف عليك، محدش بيخاف عليك إلا أنا، ده الناس دي ما بتحبكش، ده مش دول اللي كانوا تعبينك وأنت معاهم، ده مش ده اللي قبل ما نرتبط كان كذا كان كذا. يبدأ يضخم في الأمور، وفي نفس الوقت من ورا ظهره يروح يشوه صورته مع أهله. يعني ده من اخطر الانواع. طيب هو عايز يوصل لايه؟ زي ما قلنا عايز يوصل في النهايه ان هو آه يعني انا الوحيد اللي في الدنيا اللي بخاف عليك، انا ملجأك الوحيد. عشان لما تيجي تحصل مشكله معاه بقى هو شخصيا، تكون اللي قدامه ثقته تهتز بنفسه، ما يقدرش يفكر صح، ياخد قرار صح، هو عزله عن الناس خلاص، ما بقاش في حد اللي هو. وده بيفسر لنا احيانا ليه تلاقي في ساعات بيت فيه ست هي اللي بتسوق، بتكون نرجسيه وتعاملت بهذا الاسلوب مع الراجل. وفي على فكره في رجاله بس الفكره بيبقى الراجل طيب، فطيبته بتخليه ما ياخدش باله، بس هي مع الوقت بتتكون الشخصيه دي. طيب ايه النقطه اللي بعد كده يا جماعه؟ الاختلاف في الراي معاها او معاه اهانه كبيره جدا. بنتكلم في موضوع ما ينفعش تختلف معاه في راي. الشخص النرجسي في الحب اختلافك معاه في الراي انت كده بتهينه وبتشعره انه ما بيفهمش. مش زي الشخص السوي، اي زوج وزوجة قاعدين بيتكلموا بيتناقشوا في الامور، لا دايما هتلاقيه بياخدك في حته ايه، لو انت بتتكلم معاه في حاجه يعني انت قصدك ايه، انا ما بفهمش. يعني هو معلش بس يا جماعه انا بتكلم معاكم بالطبيعه، يعني ما بحاولش اتكلم كلام متفلسف شويه، انا بتكلم بطبيعه حياتنا مع بعض. فتلاقيها تقول له يعني قصدك ايه، انا ما بفهمش. يا ستي انا ما قلتش كده، بس في كذا، انت دايما عايز تقلل مني، انت دايما عايز تقللي مني. الشكل العلاقه واخد الشكل ده، الموضوع واخد الشكل ده. طيب في حاجه بقى بيعملها الشخصيه النرجسيه اسمها الابتزاز النفسي. الابتزاز النفسي دوت بيعمله عشان يقدر يوصل مع الشخص اللي قدامه لافضل نتائج ممكنه هو عاوزها منه، ويتحكم فيه ويسيطر عليه. طيب ازاي؟ نتكلم مثلا امتزاج نفسي. الست تقول له ايه؟ انا عايز اتطلق، ده ابتزاز نفسي. تعيط كتير عشان تشعره بالاحساس بالذنب انه مقصر معاها، ممكن تسيب له البيت وتمشي، في الاخر يرتقي لطلباتها. ده بالنسبه للست. طب بالنسبه للراجل بيمارسوا ازاي الابتزاز النفسي دوت؟ انا هتجوز عليكي، انا مش عايزك، انا ما كنتش المفروض اخدك. يبدا يكسر في ثقتها في نفسها. ده نوع من انواع الابتزاز النفسي بيمارسوا الشخصيه النرجسيه في العلاقات. اي حد بيتعامل بالاسلوب ده في اي علاقه على طول ده نرجسي. تقعد تهددك كتير ان هي مش عايزه تعيش معاك، عايزه تطلق، تسيب لك البيت وتمشي، تقعد تعيط كتير على اسباب هي ممكن تكون غلط فيها، دي نوع من انواع النرجسيه. ونفس الموضوع بالنسبه للراجل،
انا هتجوز عليكي، انا ده شخص نرجسي. طيب ايه تاني؟ بيمارسوا مع بعض حاجه اسمها الصمت العقابي. الصمت العقابي دوت النرجسي بيطبقه ازاي؟ دخلنا في موضوع مع بعضينا واختلفنا في الرأي وما قدرتش توصل معايا للرأي اللي انت عايزه، او ما عرفتش تمارس عليا سيطرتك، فيروح عامل حاجه اسمها صمت عقابي. صمت عقابي دوت ما بيتكلمش مع الشخص اللي قدامه فتره من الزمن كبيره قوي، بيبدأ يوصل له احساس ان هو مش موجود، بل بالعكس انا مش شايفك كمان. واكتر حاجه بتضايق الشخص النرجسي انك تتجاهله، لان هو عارف ان الشيء ده بيضايق، فهو عشان عارف ان هو بيضايق هو بيستخدمه في حياته، بيمارسه، يعمل حاجه اسمها الصمت العقابي. فالصمت العقابي دوت يبدا اللي قدام منه ثقته تهز بنفسه. هو في ايه؟ هو بيكلمنيش ليه؟ هو متجاهلني ليه؟ هو مش شايفني ليه؟ فيبدا في الاخر الشخص يرضخ اللي هو عايزه. طيب كنا قلنا ان في نقطتين مختلفتين هنتكلم فيهم في الراجل النرجسي والست النرجسيه. الست النرجسيه عندها نقطتين مختلفتين عن الراجل شويه، ودول من اخطر ما يكون يعني. اول نقطه الابتزاز الجنسي، بمعنى الست النرجسيه تقعد ممكن تغري في الزوج وتتجمل وتبقى في احسن حالاتها، وساعة ما يجي يقترب منها ترفضه. هي هنا وصلت لأعلى حالات النرجسية في شخصيتها، انتصار ما بعده انتصار. ان انا وصلت اللي قدام مني انه عاوزني وانا مش عايزه، وخلاص بقى انا يعني انا القوه. يعني انا بصوا يا جماعه، سامحوا اتكلم النقطه دي بس يعني فيها خجل شويه، بس طبعا اعتقد ان المعظم فهمني يعني. طيب ايه تاني؟ تلاقي دايما الست النرجسيه في الخروجات، اي متجمعين في اي مناسبه، فرح، عيله، بتعامل الزوج بمنتهى الرقه والحب والعاطفه، ويا حبيبي ويا روحي يا قلبي، اثباتا للمجتمع اللي حوالين منها انها احسن زوجه في الدنيا، وانها مدلعه جوزها، وهي حسره اللي كان عاوزها في المجتمع اللي كانت فيه ده وما خدهاش. حاجات كتير يعني. دول صفتين مختلفين عن الصفات النرجسيه العامه في العلاقه في الحب. طب الراجل بقى، اكتر صفاته بتبص تلاقيه وهو في البيت مثلا دايما يقول لاهله واولاده، يحسسهم بالمن يعني. انا اللي باكل، انا اللي بشرب، ده انتم من غير تجوعوا، ده انا سبتكم ومشيت بقكم ما تلاقوش تاكلوا. دايما بيحسسهم بالمن. الحته دي خاصه بالراجل في الصفات النرجسيه في الزواج. فاللي انا عايز اقوله ايه من الموضوع ده، انا اتكلمت في الموضوع دوت واخد ابحاث كتير انا كنت قريتها بس انا قصدي اتكلم معاكم بالبساطه دي. طيب انا عايز اقول ايه في الاخر؟ عايز اقول ان كل اللي انا قلته دوت اي حد مقبل على خطوه ارتباط يخلي باله جدا من التصرفات دي. رغم ان احنا قلنا ان النرجسي ما بيبانش في الاول، لكن نقدر نركز نسمع الكلام ده مره واتنين، ونبدا نشوف في المواقف هو بيتعامل معانا ازاي. نبدا نركز في الكلام ده علشان بعد كده هتبقى الموضوع. اصل النرجسي العيشه معاه صعبه جدا، العيشه معاه دراما باستمرار. هو طول الوقت بينتقدك، طول الوقت بيحاول يقل منك، طول الوقت راكب على كتافك، طول الوقت مش شايف فيك حاجه حلوه. مش العلاقه السويه اللي هو مثلا هنقول ايه، زي ما قلنا قبل كده ان العلاقه الزوجيه حقوق وواجبات. لا لا لا، هو شايف العلاقه الزوجيه واجبات بس، ودايما بيقل منك. يعني سوري يا جماعه، شايف العلاقه الزوجيه حقوق بس، ودايما بيقل منك. فلازم احنا نركز في القصه دي شويه، ونشوف الشخص دوت علشان نحاول نتجنب جزء من قصه خراب البيوت. لان هي برضو على فكره نسبه كبيره قوي لو فتشنا في الامور هنلاقي 60 70% من اسباب الطلاق بيكون كده. نرجسيه حد في من الطرفين، لان محدش بيبقى واخد باله الشخص اللي قدامه ده بيتعامل معاه ازاي. هو شايف ان حد بيضايقه، لكن لو دققنا في الامور هنلاقيها نرجسيه، بس النرجسيه ظهرت بعد الجواز. فعايزين ننتبه للامور دي، ونشوف احنا اولادنا هم مقبلين على الارتباط يركزوا في الكلام ده كويس. ولو ظهرت اي صفه من الصفات دي، يعني نصيحه
ما يحاولش ان هو يكمل في العلاقه دي، لان هتكون علاقه سامه وهتبوظ لك حياتك، وهتعيش في دراما باستمرار، وهيكون مصيرها في الاخر الفشل. او لو راجل هيكون هي راجل البيت وهو هيكون الست. ولو ست هتوصل في النهايه خالص للطلاق، وهيكون في خراب بيوت. فاحنا عايزين نركز في الموضوع ده شويه، ونركز في الصفات دي، ولو حد فيه الصفات دي نحاول نتجنبه ونبتعد عنه، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. واشوفكم على خير وتصبحوا على خير.